السلام عليكم. اليوم في فيديو جديد ووصفة جديدة خبوها في عينيكم. اليوم جيت نشارك معكم وصفة تاع غاطو. هو في الحقيقة غاطو، يعني الوصفة ماشي ديالي 100%، وصفة كليتها عند جارتي الحبيبة أم يونس، ونحييها اليوم بطبيعة الحال أسيت اوكازيون. واليوم لا فيديو راهي ديديكاس ليها. حلوة تاعها بزاف بنينة، دارت لنا صابلي بالبيمو روعة، وهذيك لا كريم صراحة فيه عنده حتى القوام، يعني تاع البان ديبيس، يجي بزاف بزاف بنين. يلا معايا احبابي على الوصفه وطريقه التحضير. راح نحتاجو 250 غرام تاع لا مارغرين طريه، كاس تاع سكر رطب، وعندي هنايا العسل باش نعطيلو هذيك النكهه تاع البان ديبيس. راح نديرو 3 ملاعق كبيره تاع اي عسل كان متوفر عندكم في الدار. دونك 250 غرام تاع مارغرين طريه، كاس سكر رطب، وثلاث ملاعق تاع العسل يكون بارد عادي. نخدموهم هكذا حتى نتحصلوا على اون كريم بهذا الشكل. من بعد نروحوا نضيفوا باقي المكونات، يعني هنايا تقدروا تستعملوا لو باتور اذا حبيتوا، انا خدمت غير بيدي. عندي هنا 3 حبات تاع بيض كاملين، الصفار مع البياض. وكل ما نضيفوا مكون بطبيعة الحال نزيدو نخلطو ونمزجو حتى نتحصلوا على هذاك المزيج الكريمي تاع الصابلي. هنا بعد ما مزجتهم مليح، نسيت قرصة الملح ونفكركم فيها، من الافضل ديروها في البدايه باش ما تنساوهاش. وعندي هنا لا باتا روماتيك تاع الكراميل، تقدروا ديروا باتا روماتيك كراميل، تقدروا ديروا باتا روماتيك تاع تيراميسو، ولا تقدروا ديروا قهوه سريعه الذوبان، تاني تجيكم بزاف بنينه في هذه الوصفه. عندي هنا 2 ملاعق كبار تاع كاكاو بني خام ما يعبق بريحه الشوكولا، شرو كاكاو تاعكم الشباب. وعندي ملعقه تاع الشاي، ماشي تاع قهوه، يعني ملعقه هادوك الصغار خلاص، تاع لاتاي تاع القهاوي، هادوك هما ملاعق الشاي، ديروها بيكربونات. عندي هنا 2 باكيات تاع البيمو، رحيتهم هكذا في الميكسور في الرقيق، ونبدا نضيف فيهم غير بالعقل حتى نضيف كامل الكميه. تقعد لي في الاخير الفارينه اللي راح نطم بها، يعني خفيف شويه، مش حنكتر بزاف الفارينه. هنا لا باس تاع الكاطو سي بيان البيمو. هنا الفارينه غير باش ننشف برك ونقدر نحل بالحلال، باسكو راهي العجينه تلتصق في اليد كي نديروا لها غير البيمو فقط. احبابي ما تنساوش تخلوا لي زر الاعجاب، روحوا ضغطوا على هذاك الابهام الازرق، راح تفرحوني بزاف. واذا خليتوا لي كومونتير راح تفرحوني اكثر واكثر. شاركوا في القناه اذا كنتم ماشي مشاركين، وفاعلوا الجرس باش يلحقكم كل ما هو جديد. ادعوكم تضربوا طلع على الوصفات السابقه، متاكده انكم تلقاو فيهم واش تحبوا. هنا بعد ما طميت بالفارينه غير بالعقل، يعني لي كونتيتي خدموا غير بشويه مباشره، الحلوه تاعنا ما تريحش. عندي هنايا شويه فارينه فوق طاوله العمل تاعي، نحلو باغ بتيت كونتيتي باش العجينه ما تغلبناش وتسقلنا فوق طاوله العمل. واذا كان عندكم اكياس بلاستيكيه نظيفه تقدروا تحلوها ما بين كيسان. دونك هنا اخترت انا طابع المربع فيه 3 سنتيمتر على 3 سنتيمتر، تحصلت على 84 مربع، يعني كي نلصقهم فيما بعد راح نتحصل على 82 حب 42 حبة عفوا. عندي هنا 300 غرام من هاد لا مارغرين، لا مارغرين اوبلين هاي موجودة في الاسواق. هنا في الحقيقة ديروا واش تحبوا لا مارغرين، انا فضلتها باسكو لا كولور تاعها شابة والقوام تاعها يوالم لا كريم. عندي هنايا بول تاع شوربه تاع سكر غلاس ما يعادل 250 غرام. عندي هنا قهوه تاع لابخيس، قهوه العاديه اللي طيبوها وتشربوا منها في الدار. انا تشوفوا في هذاك الفنجان زدت عليه، يعني ما خدمتش غير بهذيك لا كونتيتي، تقدروا هذاك الفنجان تقريبا تعمروه. درت لاباطا روماتيك تاع الكراميل نفس اللي درتوها في العجينه ديروها في الكريمه. درت ملعقه كبيره تاع الكاكاو، ودرت ايضا العسل باش هاد لو ميلونج يعطيني واحد البنه. ونطلع كلش كيما راكم تشوفوا بلو باتور الكتريك بالضراب الكهربائي. راح نبدا نطلع هنايا ونكمل هذيك الكميه تاع السكر رطب عفوا، وراح نزيد لها شويه تاع القهوه في الاخير. علاش؟ باسكو شتها باللي جاتني يابسه، يعني باش نزيد لها شويه تاع لا سوبليس
في القوام نحب لا كريم او بوغ تجيني طريه، ما نحبهاش تجيني يابسه، يعني كي تبرد يقعد هذاك الهواء فيها، ما تجيش هكا قطعه كشغل درنا خبز وزبده، نو. هذيك لو كان نديرو كشغل خبز وزبده، هذيك لا كريم او بوغ ما راهيش ناجحه كي تجي هكاك يابسه. دونك هنا كيما راكم تشوفوا دو طون زون طون حبسوا الباتور وهبطوا الجوانب وعاودوا ضربوا، يعني هنا راني بالتفسير الممل خاصة للمبتدئين والمبتدئات. نكمل نطلع ونكمل هنا بزوج مغارف كبار تاع بودرة الشانتيي، راح تعطيها خفة. انا دائما في لاكريم بوغ ديالي هذا هو السر اللي يخلي لاكريم بوغ تاعي مهوات وتطلع لي. دونك بعد ما طلعت شوفوا هنا القوام ولا كولور تاعها راهي تهبل حتى البنه ما نحكيلكمش، راهي خفيفه ريشه. هاد لا كونتيتي راح تكفيكم لكامل حبات الحلوى، يعني انا جاتني جوست. نحب الكاطو تاعي يجي معمر، ما نحبش ندير غير شويه، وهنا كل وحده والرغبه ديالها. دونك انا الحلوى تاعي بعد ما طيبتها على 150 درجه فوق ورق الطهي، جيت هنا ندير لها المونتاج. دونك هكذا ديروا بون كونتيتي، لصقوا اضغطوا عمروا هذوك الجوانب وعاودوا مسحوهم. انا يعني صراحه على بالي كاين اللي تعيف ايتو، انا نمسحهم بيديا بيان سور، صباعي يكون نظيف. اذا عندكم اداه واحده اخرى بخاتيك عمليه اخدموا بها، يعني كل واحد واش عنده في الدار. دونك هنا بعد ما درت لهم كامل لو مونتاج ومسحتهم بيان، هنا اذا كنتو في الصيف ديروهم يبردوا قبل ما تقلاصيوهم. هنا حبيت نوريكم الموتيف اللي خدمت فيه اللي هو موتيف الريشه في هذو ليمون تاع الكريستال. ذوبت شوكولا عادي ودرتها داخل هذوك لي موتيف كيس حلواني، درت له ثقب صغير ولا اي كيس كان عندكم ديروا له ثقب صغير، عمروهم وخلوهم يبردوا. بعد ما بردوا صبغت هذوك الريشات بالذهبي وبالبانسو اللي نشريوه لولادنا تاع لا بانتور، هذا هو. وجيت هنايا نقلاصي، هنا استعملت انا 300 غرام تاع شيكولا اللي راكم تشوفوا فيها شوكولاتي دادا، وزدت لها زوج مغارف كبار تاع الزيت. هاد 300 غرام انا زدت عليها حوالي 50، يعني 350 كاكل قلاصات لي كامل الحلوى. بصح هنا السر وشنو هو، انكم تخدموا بها ساخنه كما راكم تشوفوا. الحمام المائي مازلت حاطه فوقه الشيكولا ونخدم. ثاني سر لازم تخبطوا مليح هذيك الشوكه كي تقلاصيو الكاطو باش يسيل، ما تجيكمش الطبقه خشينه هكذا باه تكفيكم. لو كان تقلاصي والشيكولا تكون بارده راح تاكل معاكم بزاف الشيكولا. هذا هو السر اللي يخلي في بعض المواقع التواصل تلقاو الحلواجيات يقولوا لكم 500 غرام تاع شيكولا، يعني باكي قلاصه لي 45 قلاصه لي 50. وهنا بطبيعه الحال تاني تولي الابعاد تاع حبه الحلوى. انا حنا قلت لكم عطيتكم الابعاد فيها 3 سنتيمتر على 3 سنتيمتر المربع ديالي، على بها خرج لي 42 حبه عفوا لاصقين يعني فوق بعضهم. والشيكولا كفاتني حوالي 350 غرام تاع شوكولا كفاتني باش طليت كامل حبات الحلوى. كما شفتوني نطلي نخبطها مليح تقطر ونلصق مباشره هذيك الريشه ونحطها تنشف. وها هي النتيجه. ان شاء الله لاقت بكم، ان شاء الله كامل جربوهم. حلوى زاكيه وتجي خفيفه، ما نحكيلكمش صراحه ما كاش اللي ما عجباتوش، يعني القوام تاعها ما يجيش صابلي، يجي شغل بان دي بيس بزاف بنين. شوفوا هنايا كيفاش تجي طريه، روعه روعه. ان شاء الله تجربوها. باي.